ازيكم يا اجمل متابعين. النهارده حابب اقول لكم على كل اللي انتوا حابين تعرفوه عن دخول المتحف المصري الكبير. اول حاجه عايز اقولها لكم ان ممنوع الاكل، يعني ما ينفعش تجيب اكل معاك وتروح. تاني حاجه عايز اقول لكم ان لازم تكون معاك فيزا، لان هناك كل التعامل كاشلس من غير فلوس، من غير كده. لازم تبقى معاك فيزا. تالت حاجه هقول لكم برضه على الدخول الفرد بكام. لو انت مصري بتدخل ب200 جنيه. لو انت طالب مصري برضو تدخل ب100، وبرضو لكبار السن ب100. في ناس اللي هم عندهم صلاحية ان هم يدخلوا ببلاش، زي مين؟ المرشدين السياحيين، وبرضو ذوي الهمم، واللي هم المجلس الأعلى للآثار أو الحاجات دي. فدول بتدخل ببلاش. لازم كمان يكون معاك بطاقة شخصية، لان هم هيعرفوا منين ان انت مصري او ان انت اجنبي او كده. برضه اقول لكم دخول الاجانب، الفرد الاجنبي ب1000 جنيه، ولو هتبقى طالب اجنبي ب500 جنيه. نتكلم بقى عن التصوير. مسموح لك ان انت تصور بالكاميرا والفيديو والحاجات دي، لكن ممنوع ان انت تستخدم حاجات احترافية زي السيلفي ستيك، زي ان انت تفتح لايف. الحاجات دي بتبقى عليها رسوم لازم تتفق فيها مع الإدارة بتاعة المتحف. فدي حاجات حبيت اقولها لكم عن المتحف المصري الكبير. شكرا والى اللقاء.